خدت بالك قبل كده ان كتير جدا من العربيات الملاكي والميكروباصات والاجره والاتوبيسات شغاله بالغاز الطبيعي؟ ده وراه سبب مهم جدا، وهو ان الغاز الطبيعي ارخص ب 60% تقريبا من البنزين. يعني لو افترضنا ان المتر المكعب من الغاز الطبيعي تقريبا بيمشيك نفس المسافه اللي بيمشيها لك لتر البنزين، فانت بدون ما تعمل اي حاجه في عربيتك انت وفرت 60% من تكلفه الوقود اللي انت بتحطه في العربيه في الاستخدام الشهري بتاعك. وبعدين لو بصيت للمنظومه بتاعه الغاز اللي موجوده في عربيتك اللي انت عايز تركبها دي، هتلاقي سعر تكلفتها تقريبا ما بين 6 ل 12 الف جنيه حسب نوع عربيتك وحسب نوع المنظومه اللي عربيتك محتاجاها عشان تشتغل بكفاءه. ولو انت بتستهلك كيلوهات متوسطه كده يوميا، هتلاقي نفسك بتقدر تسترد حق المنظومه اللي انت ركبتها دي من التوفير بتاع الغاز الطبيعي خلال من 6 شهور لسنه بالكتير، وبعد كده تقدر توفر بيها طول العمر. وعلشان كده مش بس العربيات الاجره وعربيات الشغل هي اللي بتركب غاز طبيعي، كمان العربيات الملاكي بيستخدموا الغاز الطبيعي عشان يستفيدوا بالتوفير ده. فلو بتفكر تغير للغاز الطبيعي، ممكن تروح اي مركز من مراكز التحويل بتاعه كار جاز عشان تعرف ايه الخطوات والاجراءات اللي المفروض تعملها عشان تغير عربيتك للغاز الطبيعي، وتاخد شرح مفصل للموضوع. والقصه بتاخد ساعات قليله وهتوفر معاك فلوس كتير على المدى الطويل.